كما قلت لكم البنات، بما أنه مقبلين على شهر الكريم، شهر رمضان، شهر التوبة، شهر الغفران، شهر الرحمة، شهر المغفرة، إن شاء الله يا ربي يهل علينا لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. وإن شاء الله ربي يتقبل منا مسبقا إن شاء الله، ويعطينا ربي القوة والصحة إن شاء الله، نقوموا نكونوا من قيامه، من صيامه، من عباده القانتين الصالحين المصليين يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. شهر هذا تغفر فيه الذنوب، فيه المغفرة يا البنات. لازم نسارعوا قدر المستطاع، قدر المستطاع. فرصة تجينا في العام مرة، فيها يا ربي يرحمنا يغفر لنا ذنوبنا، فيها كل شيء يعني. شهر المغفرة، شهر الرحمة، إن شاء الله ربي يهل علينا كما قلت لكم بالصحة والعافية ونقدروا عليه إن شاء الله. وشهر رمضان يا البنات نحضروا فيه طبعا، مش ما نحضروش، نحضروا، آه، نفرحوا به ونحضروا فيه كلش. بصح ما ننساوش كما قال العبادة فيه أكثر شيء. العبادة نتاع شهر رمضان لازم نسعوا ليها، نسارعوا قد ما نقدروا في عبادة ربي في شهر رمضان، لأنه الأجر مضاعف فيه يا البنات كما تعرفوا. وإن شاء الله كما قلت لكم ربي يتقبل منا. هنا يا بنات بعد ما كما قال نضنا الدنيا سيقناها وسيقت بنتي أكثر يعني في صراحة. ناضت سيقت ونظفت ودرنا ميناج كما تعرف أي مرأة جزائرية، نديرو ميناج للكوزينة. أنا مقبلين على شهر رمضان نوضو للدنيا كامل. احنا النساء الجزائريات هذا هو بطبعنا يعني، ماناش مش نضاف، لا لا حاشا. مي شهر رمضان وحده فيه كلش، فيه تحضيرات، فيه تجهيزات. احنا عندنا شهر رمضان نحضروا فيه كما قال الجلبانة نخبوها، اللي عندها كما قال فرصة تخدم فلفل تخبيه، باكي من بعد تسهل على الإنسان يكون عنده وقت للصلاة، وقت للصيام، وقت للقيام. عندك مثلا دجاج تخدميه تحضريه وتخبيه في الكونجيلاتور. كما قلت لكم الحميص تخبيه. جلبانة شريتي دقلة مثلا بزاف لقيتيها قبل رمضان، لقيتيها شوية مساعفة، نشرو الدقلة ونخبوها ثاني في الكونجيلاتور. ما عنده ما يروح لها البنات، غير يجبد الواحد يلقى روحه موجد الحوايج هذول اللي كما قال لي ينحيهم كما نقولوا حنا من الطريق، ينحيهم خلاص وكونوا تهنينا منهم كما قال. ونقعدوا الساعة ماش ما نطيبوا يا البنات، وولادنا يحبوا الطياب ويحبوا الحوايج مليحة في رمضان يعني. رمضان غير سائر الأيام كما قلت لكم بالصحة، ربي حقه ونعطوه له أكثر من أي حاجة، أكثر من الماكلة، أكثر من كل حاجة يا البنات. هنا كما قلت لكم تنظيف الكوزينة. هنا هي جات بنتي صور لكم في الكوزينة. هنا لا عفوا، هنا الشمبرة، هذه الشمبرة كملتها سيقتها ورشتها ومن بعد رجعت. هاي هنا الشمبرة كما قلت لكم، هذه شمبرة تاع القعدة يا البنات. ومن بعد الكوزينة وعينا من كلمة الكوزينة وتعبنا بزاف يا البنات. روتين الكوزينة واش نطيب واش ندير. هنا كما قلت لكم جاتني شوية دقلة حبيت نخبيها يا البنات، دسيت في الكونجيلاتور تاعي، درت فيها هذو البايت كما راكم تشوفوا شفافين ويتقفلوا يعني هايلين. درت كمية ثاني مليحة معتبرة، ثاني جاب لي بني وخبيت على أساس رمضان يعني. صراحة البنات لقاها شوية مليحة في السومة، شراها وكلينا منها الشي اللي كليناه وخبينا منها شهر رمضان. قلتلكم رمضان فيه تحضيرات ماش ما فيهش، الواحد ما يقدرش نوجدو نحضرو ومي لازم نعطوه حقه. شهر رمضان يعني غير الاشهر يا البنات. هنا كيما راكم تشوفوا هذه كوزينتي وتخربيط وتجربيط كيما راكم تشوفوا. نهار تاع التزرزيق ما عندي ما نقول لكم، نهار فوضى 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 يا البنات. كنت قررت انا وبنتي في الليل باللي غدوه ان شاء الله لازم عقابها، مي ما نضناش بكري، ما بديناهاش بكري، ما خلصناش بالك حتى للزوج واحنا عقابها في ذاك النهار يا البنات. ما طيبت غدا ما والو، كان عندي الفاضل ونضنا ليها، حطينا الحيوط غسلناه، ما عندي ما نقولكم ما خلينا حتى حاجه. المهم نهار الخدمه باين ونهار الشقه باين ونهار القعده باين. كيما قلت لكم يا البنات
رمضان يعني شهر لا يعوض يعني في سائر الأشهر، شهر غير الأشهر، شهر يعني قال ربي أنا نجازيكم بيه، ماناش عارفين واش راح يجازينا بيه ربي، قال خليه بيني وبين روحي، ماناش عارفين هذا شهر رمضان ربي واش يجازينا بيه يوم كما نقولوا يوم بعد ما يموت الإنسان مش عارف ربي وش يجازينا به، يعلم الله يعني. هو قال الجزاء يعني الجزاء إن شاء الله يكون جزاء كبير، إن شاء الله نكونوا من قيام ومن صيام ويا البنات، وربي يتقبل منا مسبقا إن شاء الله، ربي يتقبل من جميع الأمهات. وهنا حبيباتي نقول لكم هنا بعد ما كملت كوزينتي ياك ما تشوفوا كان ضرب فيها الضوء بزاف ما بنت لكمش مليح، مي خرجت يعني ما عندي ما نقول لكم تبرق تبرق يا البنات، خرجت تشعل. شوفوا الحيط كيف خرج، والله يعني صراحة كانت تبان مش مسخة بعد ما غسلناها البنات، يعني ما عندي ما نقول لكم. محلى نقا كما قلت لكم لو يبقى يا البنات. وانا نقول لكم حبيباتي خليكم مع التحضيرات وما ننساش خليكم مع بقية الفيديو. ما ننساش نزيد نقول لكم حاجة يا البنات قبل ما نكمل. شوفوا هذه تاع لي زيبيس، يعني غسلتها ونظفتها، جاتني كادو من عند بنتي ربي يحفظها ويطول في عمرها ويعطيها ما تتمنى ان شاء الله. جابتها لي كادو بمناسبة رمضان، بمناسبة كادو الدار، يعني هذا وين نحب ربي هذا وين جاء، ويعني ما شاء الله كادو روعة، ان شاء الله ربي يخلف على بنيتي. درت فيه غسلته ونظفته ويا البنات وخرج يشعل، ومن بعد درت فيه لي زيبيس تاوعي. وكما قلت لكم هذو لي زيبيس كان بني دار عليهم طلبية من تاع مغنية، ووصلتني الطلبية وفاح مغنية فعلا يا البنات اللي شهروا فيه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فاح يعني ولا أروع. ولكن ما جبتش كلش، ما نكذبش على روحي، كانت الكمية اللي طلبناها جاتنا قيس 200 ومع التوصيل 250 يا البنات. التوصيل كان 50,000 على ما أظن ولا 40,000، ولي زيبيس اللي لحقوني قيمة 200,000 يا البنات. هذه لكم تشوفوها قيمة 200,000. شوفوا هنا وش جاني، كروية، كمون، كل روايح عطيرة ما عندي ما نقولكم. الريحة تاعها الفلفل الحار والحلو يا البنات. جاني زعفران، الكركم هذاك الزعفران الحمار والحار كما قلت لكم. هذا وشنو هذا زنجبيل يا البنات. المهم كمية يعني كمية لا بأس بها، يعني هذه المقادير يعني كمية لا بأس بها. بصح ما جاتنيش حوايج أخرى كما قال تاع الحوت ونتاع الزيتون وهذوك زدت كملت شريتهم يا البنات. وكما قلت لكم شوفوا كيف خرجت تحفة، وربي يعطيها صحتها بنيتي إن شاء الله ويخلف عليها. وش نقول لكم ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم مع تحضيرات رمضان. ونقول لكم ان شاء الله يا البنات مسبقا ربي ان شاء الله يتقبل منا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين. ونخليكم مع تتمية الفيديو ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا البنات.